احتسبت على لاعب مدافع نادي الاتحاد كادش، لعب الكرة باليد متعمدا، وبالتالي بعد ما عاد الحال لاحظ اللاعب لعب الكرة متعمد باليد، وبالتالي كان قرار صحيح من حكم المباراة بالإعلان عن ركلة جزاء. هنا في سقوط لاعب مهاجم نادي الاتحاد، لا توجد مخالفة، لاعب نادي الأهلي نجح بلعب الكرة وبالتالي استمر اللعب، كان قرار صحيح من حكم المباراة. الحالة الخامسة دقيقة 80، هنا كرة بيد مدافع نادي الأهلي المصري، لا يوجد تعمد ولا تكون اليد خارج الجسم، وبالتالي استمر اللعب، أيضا كان قرار صحيح من حكم المباراة. دقيقة 90 طرد لاعب النادي الأهلي المصري، حقيقة قرار غير صحيح من حكم المباراة، لأنه اللاعبين كانت يدينهم مع بعض، يعني بنزيما يده في جسم أو في رقبة لاعب نادي الأهلي المصري، واللاعب أيضا رد بالكوع بالمرفق هنا، وبالتالي لا توجد طرد. كانت القرار حجازي ومدز كان المفترض أنه بطاقة صفراء فقط لا غير.